كل شويه بشوف المؤدبه ديت على السوشيال ميديا، بقول ان هي اكيد طعمها تحفه، فقلت لازم اجيبها ونجربها مع بعض. يلا بينا. بس السؤال هنا، هو احنا زي ما بنشوفها في الاعلانات ولا هي مجرد اعلانات وبروباجندا وكده؟ فدلوقتي هنشوف. اول حاجه هي جايه لي بالشكل ده، انا بشوفهم على طول حاطينها في كرتونه اللي هي الكرتونه الزرقاء بتاعتها، وبيقدموها كده في كرتونه وشكل حلو يعني. بصوا هي جايه لي كده بالظبط، جايه لي من فوق كده ببلاستيك كده، من فوق مغلفينها ببلاستيك، لكن مش جايه معاها الكرتونه الزرقاء. ده اول حاجه. وجاي معاها علبه فيها بسبوسه، وجاي كمان معاها كيس مكسرات، وديت الفاتوره بتاعتها. طبعا انا جايباها ب130 جنيه، لكن مش مكتوب هنا السعر خالص، مكتوب النوع، الاستلام، تاريخ، لكن مش مكتوب السعر. طيب خلينا بقى نفتحها ونجربها ونشوف بقى الطعم بتاعها حلو زي ما هما كانوا بيقولوا كده في الاعلان، ولا مجرد هبة. مش هبة انا، هبة هي يعني. فخلينا بقى نجرب. هي متفتحش ليه؟ اتفتحت اهي، اتفتحت وقعت على هدومي. هي مكوناتها رز بلبن، وبعد كده مانجا، وايس كريم، وقشطه. وايس كريم اهو ساح اساسا. والقشطه اهي على جنب. نحط بقى الحاجات اللي هم جايبينها. خلينا بقى نفتح المكسرات. بس المكسرات حلوه يعني، بصوا قد ايه كتير. بقى كده ونحط المكسرات، بس انا مش هحط كتير مكسرات، ان العلبه مليانه على اخرها لدرجه ان هي بتقع على هدومي، بتقع على هدومي وبتقع على الارض، يعني بهدلت الدنيا. خلينا بقى نجرب ونقول ايه، بسم الله. اول حاجه كده نطلعها، شوف بقى هي مؤدبه ولا لا. واو واو، تحفه والله تحفه. بس ثواني اكل بقى ايه الرز بلبن، تحفه. لا الرز بلبن خطير، الرز بلبن خطير. طبعا انا عملت ديت الغطا بتاعها، عملته زي طبق من تحت كده علشان بهدلت هدومي، بهدلتهم. طب خلينا بقى ندوق القشطه بتاعتها.